هل انا فعلا اقتصاد البلد بايظ؟ وخدوا بالكم في سؤال مهم جدا، هو اقتصاد البلد بايظ من الدوله ولا مننا ولا من ان احنا اتنين مع بعض؟ يعني الدوله هي المسؤوله عن بوظان اقتصادها ولا الشعب هو المسؤول ولا الاثنين؟ هنشوف. السبب وراء اننا نعمل قناه كل الناس والسبب وراء ان القناه وقفت فتره هو السبب اللي جايبنا النهارده وهنتكلم عنه النهارده، الاقتصاد. والكلمه دي كتير قوي بنسمعها بس وبنتكلم فيها، بس لو سالنا حد ايه هو الاقتصاد ممكن ما تلاقيش عنده اجابه مفهومه او سليمه. يعني لو سالنا مثلا الساده الحضور كده ايه هو الاقتصاد، لا لازم يعني نحس ان في اي حد معانا. يعني انا بسال كده مثلا وبقول لك انت سمعت كلمه الاقتصاد قبل كده؟ طبيعي تقول لي ايه؟ مشاريع وكده. مشاريع، احوال البلد، اكتر كلمه مشاعه عن الاقتصاد. الاقتصاد الاقتصاد الاقتصاد. الناس اللي معانا خريج تجاره، مفيش اقتصاد. طيب ايه هو الاقتصاد؟ بس قبل ما نخش في الموضوع، احنا في خلال حلقه النهارده هنخرج بثلاث اجابات مهمين جدا. اول واهم حاجه ايه هو الاقتصاد؟ التعريف العلمي ليه. تاني حاجه ايه هي المشكله الاقتصاديه سواء للفرد او للمجتمع او للكوكب كله يعني. تالت حاجه ازاي نحل المشكله الاقتصاديه دي. بس قبل ما نبتدي احب اشكر كل مشاهدي القناه طبعا والساده الحضور، ونخص بالشكر مؤسسه الفرح للتنميه لان هي اللي مستضيفه الحلقه النهارده وهي نقدر نقول برعايتها. وطبعا المؤسسه دي بتدعم الخير وهدفها الخير زيها زي قناه كل الناس. نخش في موضوعنا، نرجع لموضوع الاقتصاد. الاقتصاد وعلم يختص بدراسه الانسان واحتياجاته. تاني، الاقتصاد هو ايه؟ علم بيختص بدراسة الإنسان واحتياجاته. وبنلاقي دايما المشكلة الأبدية أو الأزلية زي ما بيقولوا. الإنسان احتياجاته دايما ايه؟ غير محدودة، بس موارده أو الحاجات اللي بيستخدمها محدودة. وهنا هنسميه بقى ايه، أو بالتعريف الحقيقي أو الفعلي للاقتصاد في الكتب، الندرة النسبية للموارد. الندرة النسبية للموارد. يعني ايه الندرة النسبية؟ دايما الموارد اللي بنستخدمها أقل من احتياجاتنا. وفي فرق كبير بين اللي أنا أحتاجه واللي أقدر أوفره دايما. يعني أنا دايما محتاج كتير قوي واللي متوفر قليل قوي. ومن تعريف الاقتصاد ده تبان المشكلة اللي بتقابلنا كلنا. انا دايما محتاج ومش بلاقي، بالبلدي كده. وعشان كده احنا بنقول ان هي مشكله البلد، ان الناس محتاجه واللي موجود ايه؟ اقل من المتاح، يعني او سوري اقل من اللي انا محتاجه. طيب ازاي انا افكر في اللي يخصني في الموضوع ده، او انا اللي يشغلني في الموضوع ده؟ المشكله الاقتصاديه اللي بتخص الفرد بصوره مباشره هو لما يجي يتعامل مع احتياجاته ويلاقي مش قادر ينفذها. هحتاج ان انا مثلا اشتري شقه، الاقي ان انا احتياجي مبلغ 500,000 بس متوفر 50. ازاي اسد الفجوه دي؟ هو ده الاقتصاد باختصار. ازاي اسد الفجوه بين المتاح والمطلوب، بين المتاح في ايدي واللي انا عايز اجيبه. كويس؟ وهنا هنتكلم بقى في ايه؟ هو انا لو صلحت الاقتصاد الفردي، يعني لو صلحت نفسي اقتصاديا، ده هيأثر في الدولة او هيأثر على مستوى الدولة ولا لا؟ طب انا ازاي اطور من نفسي في بلد انا عارفه ان هي ما فيهاش امكانيات؟ تمام، ازاي اطور من نفسي في بلد انا عارفه ان ما فيهاش امكانيات؟ ما هو انا لو اشتغلت على نفسي لوحدي، كلنا اشتغلنا على نفسنا، هنوفر امكانيات لبعض.
وبالتالي هنطور من البلد اللي احنا شايفين ان هي ما فيهاش امكانيات. طيب انهي راي فيهم هو الصح؟ هو ده سؤال مهم جدا دلوقتي. في ناس شايفه ان لو انا ظبطت نفسي واستخدمت الموارد صح، احنا قلنا دايما مشكلتنا في الاقتصاد ندرة الموارد مع احتياجاتنا الايه؟ الغير محدوده، يعني الموارد المحدوده واحتياجاتنا الغير محدوده. اتفضلي. هي دي راجعه لنا احنا، يعني احنا لو انا مثلا عندي قدره ان انا اخد من امكانيات ضعيفه اعمل منها حاجه كويسه، في انسان تاني ممكن ما يعرفش يطور الامكانيات الضعيفه دي، فمش كلنا هنعرف ننجح في وسط وجود امكانيات ضعيفه. ودي اسمها إدارة الموارد المتاحة. إدارة الموارد المتاحة. خلينا بقى نشوف الكلام ده لو حبينا نعمله في نقط وعملي. أول حاجة هنلاقيها وأكبر نقطة مهمة جدا في الاقتصاد الفردي حاجة اسمها want ونيد. want ونيد. وانا بستخدم الموارد اللي معايا، خلينا نقول اول واسهل مورد ممكن نتكلم عليه هو الفلوس اللي في جيب حضرتك. انا اللي في جيبي المتاح 1000 جنيه، كويس، وبفكر اصرف الموارد بتاعتي دي اللي هي المتاحه معايا في خامه او في حاجه. هسال نفس السؤال، هي want ولا نيد؟ وايه الفرق ما بينهم؟ want عايز. want يعني ايه؟ محتاج، اريد، سوري. want يعني ايه؟ عايز، اريد. need محتاج، حاجه ضروريه. وانا بشتري هو انا want ولا نيد؟ ده بيفرق معايا جدا، لان ده اللي بيحدد ثقافتي الاستهلاكيه شكلها ايه. في حد معاه فلوس ويروح يشتري وخلاص، ويشتري باي كميات وخلاص، يعني مش يشتري وبس في حاجه ممكن يكون مش محتاجها نيد، لا ده هو عايز يشتري وخلاص، ومش يشتري بكميات مظبوطه، لا ده بيشتري بكميات كبيره. وعشان كده احنا بناخد على الغرب انه يروح يشتري مزايا، برتقانايه، بنلاقيه يعني داخل الماركت ياخد ثمره واحده. احنا بالنسبه لنا ده في ثقافتنا الاستهلاكيه في مصر دخيل، مرفوض. انا ازاي اخش اقول للفكهاني هات لي برتقانه؟ ده هيديني بحاجه في وشي، يعني هيضربني. برتقانه ايه ده؟ لازم اقول له 2-3 كيلو على الاقل عشان برستيجي. طب انا هنا خدت الموارد بصوره اكبر من اللي انا ايه محتاجها، انا كده مش نيد، انا كده خدت فين؟ في الوانت، صح؟ في حين ان انا لو خدت احتياجي الشخصي بس او اللي هستهلكه بس فعلا وغيرت الثقافه الاستهلاكيه دي، هيبقى عنده هو فائض ولا لا؟ الفائض في السلع بيعمل انخفاض في سعرها. الفائض في اي سلعه بيعمل لها ايه في سعرها؟ بيقلل سعرها وبيحافظ عليها. لان النقطه الثانيه، انا ممكن استهلك الموارد بدون استخدام سليم ليها. استهلك مواردي بدون استخدام سليم ليها ازاي؟ وانا بعربيتي في الاشاره والاشاره اتقفلت عليا في اولها وبتعد 90 ثانيه مثلا. طب ما انا لو بطلت عربيتي كل الوقود اللي هيستهلك في فتره الانتظار انا وفرته. طب لو عربيتي فضلت شغاله انا بفقده. وقيس على كده كل مواردك، كل ممتلكاتك انت بس احنا هنا ما عندناش الثقافه دي في مصر، يعني وعشان كده احنا المفروض نطور ده. 60 سنه صحته احسن من واحد هنا عنده 60 سنه بس. ما عشان كده هنتكلم احنا ازاي نطور ده. طب هنطور ده بايه؟ بالوعي والمعرفه ونشر الفكر اللي احنا كتير مننا ما بيكونش عارف بيه، بس نتكلم فيه ونقول عليه اراء واحنا مش دارسينه. اتفضل. بس مش هو ده السبب ان احنا اصلا دلوقتي في حاجات كتير محتاجينها احنا بنستغنى عن نصها، مع ذلك اللي في جيبنا مش بيقدر. دي النقطه، برافو عليك، نقطه مهمه جدا. انا وصلت ان النيد مش قادر اوفره. يعني الاول احنا كنت تقول لا اصل انت دونت فممكن تستغنى عنه، لا احنا وصلنا لان النيد مش قادرين، اللي هو في الاحتياج مش قادرين نجيبه. طب السبب في ايه؟ الثقافه الاستهلاكيه اللي احنا من الاول ما خدناش بالنا منها. وعشان كده مفهومنا للاقتصاد النهارده هيفرق معانا كافراد. انا كفرد بعد ما افهم مفهوم الاقتصاد ده يفرق معايا جدا. ما انا ما كانش عندي الثقافه ديت، لا انا لازم ازاي اخد بالي ان مواردي اللي معايا هي اللي المفروض تكفيني. يعني في ناس كتير اول الشهر اول ما قبض يروح اي مطعم مشهور عشان ما يبقاش فيه اعلان يعني،
وياخد وجبه حلوه جدا، صح؟ اتفرج عليه في اخر الشهر مقضيها عيش حاف. هو عمل ايه؟ هو يوم ما كان معاه فلوس ظبط دنيته، بس ما قسمش الفلوس دي على احتياجه برافو عليك، احتياجه المده الكامل. وده مهم جدا. وعلى فكره مش يعني اللي بيقع فيه ناس كبيره ومش بس احنا في الغلا دوت دلوقتي المرتب ما بيعملش حاجه. الغلا ده حديث او يعني جديد، دي فتره جديده في مصر، لكن الثقافه الاستهلاكيه الغير سليمه دي قديمه. كويس؟ الاثر الاقتصادي اللي مأثر علينا كلنا بصوره كبيره قوي اليومين دول هنبتدي نعالجه في نفسنا، هنبتدي نعالجه، نبتدي بينا. وفي الحلقه الجايه هنشوف هل في علاج او في حل لمشكله الاقتصاد المصري ولا مفيش. ودي ممكن انتوا كمان تفكروا فيها يعني الحلقه الجايه، واحنا نناقشها المره الجايه، هو ممكن الاقتصاد المصري يتحل ولا لا. المهم خلينا نرجع للنقطه الثانيه، حاجه اسمها الفاعليه والكفاءه. ايه الفاعليه والكفاءه دي؟ وانا بدير الموارد مهم جدا ان انا اخد بالي من النقطتين دول. هو ايه الفرق بين الفاعليه والكفاءه؟ الفاعليه ان الشخص ممكن يوصل للهدف بتاعه بصوره ناجحه جدا وبيحقق التارجت اللي هو عايزه وفي وقته. الكفاءه هو انه يطلع زي ما كان مكتوب له يطلع، سواء بالجوده او في الوقت، كويس، او في الماتيريال بتاعه. وعشان ناخد مثل يفهمنا الفكره دي، هنتكلم مثلا عن انشاء مشروع وعايزين نوفر فيه الشرطين، الفاعليه والكفاءه. الفاعليه مده المشروع تكون سنه، خلاص، لازم في خلال السنه يكون تم انتاج المشروع. الكفاءه ان المشروع يطلع ناجح بالمقاييس اللي كانت متحدده له. هنعمل كوبري، والكوبري المفروض ياخد مننا وقت سنه ونص. ممكن يجي مهندس يقول انا فعال وخلصته في سنه، لغايه هنا انت ممتاز. نيجي نشوف كفاءه الكوبري، مش مظبوط. يبقى انت حققت شرط الفاعليه وتفوقت على نفسك بس ما حققتش كفاءه، خلاص. او حققت الفاعليه على حساب الكفاءه. ازاي؟ ان خلصته في سنه بدل سنه ونص، بس خدت بدل مليون جنيه تكلفه خدت 2 مليون. وضحت دي؟ يبقى الفاعليه لو على حساب الكفاءه مش في مصلحتي. طب الكفاءه لو على حساب الفاعليه ازاي؟ الكوبري طلع متين وكل المواصفات وبالمليون جنيه، بس بدل ما يتعمل في سنه ونص اتعمل في 3 سنين. انت كفء بس مش فعال. انت عملت الموضوع صح قوي، بس بدل ما تدوني في سنه ونص اديتوني في ايه؟ في 3 سنين. ما هو مش فعال، نايم في الخط. قال لي انا مش هكلفك، انا مش هكلفك حاجه ولا حاجه، ولا انت محدد له 1.5 مليون وهو 1.5 مليون. سوري، هو انت محدد له 1 مليون هو المليون. انا مش هخليك تاخد اكتر من 1 مليون، بس بقى بدل ما هو سنه ونص بقى في 3 سنين. طب ما هو ممكن يكلف اكتر من 1 مليون في الاخر. هنا يبقى مش كفء. وعشان كده احنا قلنا لازم نعمل ايه؟ فاعليه وكفاءه. طب انا اعمل ده في مواردي الخاصه ازاي؟ ازاي اكون كفء وفعال في مواردي؟ ده سؤال مهم جدا، ممكن ما يجيش في بالنا اصلا، يعني احنا مش دارسين اقتصاد. ازاي اقدر اشغل الموارد بتاعتي بالصورتين دول؟ هنا تاخد بالك انك مش شرط عشان تحقق الهدف بتاعك تضيع فلوس اكتر، او انك تاخد حاجه كفاءتها اقل. يعني عشان مثلا زي ما قلنا في مثل الشقه، انا عايز اتجوز فلقيت سالت على الشقق لقيتها بال 500 وبال 600، فده رقم كبير قوي.
وانا مش هوصل للفعاليه ان انا اقدر اشتري الشقه بالرقم ده. فرحت عملت ايه؟ رحت لقيت شقه ب 60,000. لو حبيت احقق شرط الكفاءه منطقيا مفيش شقه ب 60,000، فانا كده لقيت نفسي بعد كده دخلت في نصبايا مثلا. ال 60,000 اللي انا كنت وفرت قصادهم الفلوس، ال 60,000 كلهم حصل لهم ايه؟ راح. لاني ما خدتش بالي ان في حاجه اسمها كفاءه. انا عايز اوصل للفعاليه، انا عايز اشتري الشقه. يا حبيبي طب ما انت ما لازم يكون قصادها الموضوع صح. فاهمين اللي عايز اقوله ولا صعبه؟ بس نظراتكم بتقول غير كده. سهله بس ما وصلناش لحل برضه، يعني عرفنا ان الموضوع كده مستحيل ان احنا مش هنشتري الشقه عشان معانا 60,000. لا، ما هو هنا بقى اعمل ايه؟ اوازن، وده اللي احنا بنقوله، اوازن بين فعاليتي للامور وكفاءتها. اوازن بين فعاليتي للامور في التارجت اللي انا عايز اوصل له، ويكون بكفاءه مقبوله. تاني، التارجت اللي انا عايز اوصل له يكون بكفاءه مقبوله. انا ممكن ما اوصلش ل 500,000، خليني في ال 240 250 دي كفاءه مقبوله وهبقى حققت فعاليتي. اوصل لهم ايه؟ انزل ازاي اوصل بقى لان انا احقق الهدف بتاعي ده؟ دي اللي هي النقطه الثالثه والاخيره النهارده، حاجه اسمها ايه؟ الادخار. في مشكلتنا في مواردنا دايما انت قدامك حاجه من الاثنين، يا تزود دخل يا تنقص مصروف. ما عندكش حل ثالث. دايما وانت بتفكر في اداره اموالك او في اداره المتاح معاك من موارد، يا زود دخل يا نقص مصروف. ازود دخل، اعمل مشروع تاني، اشتغل شغلانتين بدل شغلانه. مش ده كله تثبيت دخل؟ هو اقتصاد البلد بايظ. ده هنتكلم عنه الحلقه الجايه. هل انا فعلا اقتصاد البلد بايظ؟ وخدوا بالكم في سؤال مهم جدا، هو اقتصاد البلد بايظ من الدوله ولا مننا ولا مننا احنا الاثنين مع بعض؟ يعني الدوله هي المسؤوله عن بوظان اقتصادها ولا الشعب هو المسؤول ولا الاثنين؟ هنشوف ده المره الجايه. انا بقى بتكلم عليا كشخص، هقدر ازود دخلي؟ مش قادر عشان اقتصاد البلد زي ما انت قلت، يبقى مضطر اعمل ايه؟ اقلل مصروفي. لو مش قادر اخلي فيه انكم زياده في الدخل، اقلل المصروف. ولازم اوصل لمرحله حاجه اسمها مرحله الادخار. ايه مرحله الادخار؟ ان انا هقول انا مثلا بقبض 1000 جنيه، انا بقبض 800 جنيه. هتقولي ما هو ال1000 اصلا مش مكفيين، وانت لو بتقبض ال 800 هي مش مكفيين، يبقى انا هعيش ان انا اقبض 800 وال 200 الفرق بينهم هو ده اللي هيظهر في صوره الادخار. في الوقت اللي قبل كده كان الادخار كويس ومقبول في العمله النقديه، لكن حاليا العمله النقديه بمجرد ادخارك ليها بتنزل، لان ارتفاع الاسعار بقى ايه؟ سريع ومتوالي. فممكن اي مبلغ ادخره احوله لاصول وتكون سهله، مشتريات ذهبيه، تحويل لعمله، ما اسيبهوش بالعمله المحليه لان قيمتها عماله ايه؟ تنزل. النقطه دي مفهومه ولا صعبه؟ مفهوم. يبقى انا اسعى لزياده دخلي، اسعى لتقليل مصروفي، اوصل لمرحله ان اقدر ادخر، اقدر احوش. لو قدرنا نلم شويه المعلومات اللي اتكلمنا عنهم النهارده في دماغنا وحسيت ان انا استفدت بيهم واحاول اطبقهم في حياتي، ده هيوصلنا للمرحله الجايه ان انا كفرد في المجتمع هبتدي اشوف الصوره اللي كنت بشوفها قبل كده ان الدوله هي السبب في كل حاجه بصوره مختلفه. وده اللي هنعرفه المره الجايه. كويس؟ في سؤال او مسابقه هتبقى لمشاهدي القناه، وجايزه المسابقه دي الفايز الاول هياخد 100 جنيه والفايز الثاني والثالث كل واحد هياخد 50 جنيه. احنا هنسال سؤال كويس، واول 3 تعليقات صح
يعني مش اول 3 تعليقات في الترتيب، اول 3 تعليقات صح هناخدهم نصور الاسماء في التعليقات، وهنبعت لهم قيمه الجوائز لو الاجابه سليمه. يعني شرطين، شرط سرعه الاجابه، والشرط الثاني الاجابه السليمه. السؤال اللي هيجاوبوه المشاهدين النهارده هو هيكون سؤال حلقتنا المره الجايه، الحلول المقترحه لحل مشكله الاقتصاد المصري. الحلول المقترحه لحل مشكله الاقتصاد المصري. فكروا انتوا كمان فيها، ودي الحلقه الجايه ايه اللي ممكن نقدمه من حلول، وهل هتكون مفيده ولا مجرد كلام وبس. وكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ولو في اي حد عنده سؤال قبل ما ننهي الحلقه. تمام، شكرا لمشاهدينا، وخليكم دايما فاكرين ان قناه كل الناس هي قناه لكل الناس، وفي اللي جاي هتلاقوا مفاجآت كتير جدا في القناه عشان تدعم القناه ونعلى بمستواها. شكرا.